صباح النور والسرور، صباحكم ورد وفل وياسمين الناس الكل، صباحكم عسل وكل ما هي حاجة مزيانة. إن شاء الله أيامكم كلها فرحة يا ربي وسعادة، وإن شاء الله يا ربي دياركم كلها أفراح ومسرات. نبداو بصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ألف صلاة ولا تزيه. يلا حبيبة قلبي، نبداو فيديونا لليوم. اللي أول مرة يشوف القناة يفرحني ويسعدني بانضمام لعائلتي المصغرة، وإن شاء الله يا رب نكون في المستوى المطلوب، ولكل من يتفرج على الفيديو يفرحني بهيك الجيم المزيانة. حسيلو البنات، شاركتكم نهاري لليوم من الصبحية. كما العادة رجعنا لفيديوهاتنا متاع العادة، الله لا يقطعنا عادة. دخلت الصبحية للكوجينة نحضروا قهيوتنا متاع الصباح. يلا أكم معايا في الفيديو. ما عليكم كان تتشجعوا بيا وتتنشطوا بيا وتمليوا رواحكم بالطاقة الإيجابية وبالإنرجي باش نكملوا نهارنا يا ربي في فورمة واحنا زاهين وفرحانين. خيوتي أنا ومزيانتي وسهرونتي كما تعرفوا، باش حضر قهوتي أنا وبنتي. خليت الحليب متاعي يسخن باش نعملو قهيوة، قيمتها حاسيلو والله لحبت تقوم لي، وليت حضرت قهيوتي وحدها وعملت توا صيف واحد. بالحق بدات القهوة هكايا صراحة نصات ولا، لكن ما عندناش خيار آخر بحكم متعودين على القهوة وما تتحل عينينا كان بالقهوة. واحد ديما يحبذ حاجة هكايا باردة كيما هكا كويس، حواور كيما شوية زميت، حاجات هكا العربي متاع جدودنا. والله بالحق حاجات فيهم منفعة وحاجات صحية، واحنا بالحق اهلكنا رواحنا واهلكنا صحتنا من بعدنا على الحاجات الصحية هذية والحاجات هذية متاع جدودنا، من اللي بعدنا بهم بالحق صحتنا وفات كما نقولوا. حضرت حسيلو قهيوتي شوية زيت وشوية دلاع هكايا متاع وصيف، يحلى الزيت والدلاع، زيت وبطيخ حاجات هكايا معناها. حضرت قهيوتي، شربت قهيوتي. عملت دورة في الدار. ما شاركتكمش معايا بحكم أسولة مازالت راقدة، قلت خليني نظلم نخلي الدار مظلمة عليها، ودخلت للكوجينة باش نرى شنو ينقصني وشنو يزيدني. حسيلو البنات عندي شوية معاون باش نغسلو. شنو عاملين البنات في الماء وفي قصان الماء، والله سنا الحمد لله خير من عمناول برشا معناها. لكن لابد باش يقصوا علينا في النهار، لابد هيك العشوية الماء يكون فيها مقصوص، هيك حاجة مؤكدة معناها. ولكن ديما الحمد لله يا ربي وقت الحركة ووقت الطياب ووقت الحوسة، إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي ما يسمعونيش ويقصوا علينا الماء. حسيلو أبرك وقت الحوسة، حسيلو وقت واحد باش يغسل صابون ووقت واحد باش يطيب الماء يمشي، لكن هيك العشوية كاملة يقصوا علينا الماء. آه، يلا حبوباتي قوموا تنشطوا وتشجعوا وتحفزوا معايا. راه قناتي ماهيش قناة تعليمية، ما جيتش باش نعلمكم، ديما نقول الكلام هذايا، ما جيتش باش نعلمكم ولا باش نوريكم. وراو ما فماش واحدة أشطر من الأخرى وواحدة خير من الأخرى، كل واحدة تعرف ظروفها في دارها شنو هي. كل واحدة تعرف ظروف حركتها شنو هي، كل واحدة وظروفها الصحية شنو هي. وراهو كل واحدة تختلف عن الأخرى، راك أنتِ ماكش أنا وأنا مانيش أنتِ. ولكن إحنا جزء من المرأة التونسية ونمثلوا جزء كبير من المرأة التونسية، اللي تثابر واللي تقرا واللي تنجح واللي تسهر، واللي تخدم على صغارها، واللي تحب تكون لصغارها وتحب تكون واقفة. إحنا مثال للمرأة الصنديدة، المرأة القوية اللي ما يطيحها حتى شيء، واللي ما واللي بالحق ما يتعبها حتى شيء. التعب هو بالعكس يزيدنا قوة ويزيد يعلينا ويزيد يخلينا نقفوا على سقينا أكثر وأكثر. بطبيعة الحال قناتي قناة راهي تنشيطية تحفيزية، لا أكثر ولا أقل. لهنا البنات كملت غسلت معيناتي، عملت عندي دجاجة باش نغسلها. والله تعرفوا البنات بالنسبة هكا للدجاج معناها وكل ما هو دواجن، بالحق راني نحبذ
نحبذ إني ديما نبعد على دجاج المزرعة ودجاج معناها الدجاج اللي يكون حاضر يبيعوه في المزارع، بالحق ما نرفلوش أصلًا. يمكن البنات كلشي معناها سكالوب، كلشي شوية سكالوب اللي نحبذ إني ندخل ناخذه من المزرعة لا أكثر ولا أقل، ماذا بيا عينيا تتغمض على الدجاج وعلى كل حاجة معناها تكون حاضرة هكايا. راني نحب الدجاجة نمشي للدجاج تكون فرشكة يذبحها على عينيا تتغسل على عينيا ندخلها سخونة فرشكة للدار. نغسلها بيديا نتبعها بالباهي بالماء كان عندي شوية خل نعمل قطيرة خل ما عنديش الخل نولي نعوض الخل بالقارص كما شفتوني توا عوضته بالقارص بالحق خاطر دجاجة حية في الماكلة راهي تعطي بنة وفيحة مش نورمال مش كيما دجاج المزرعة يبدأ الله أعلم وقتاش مذبوح والله أعلم شنية الظروف اللي تعدى بها الكل. حسيت غسلت دجاجتي البنات وخليتها في الماء وشطير قارص وتعديت للغاز باش نعمل له حكا البرودوي صدقوني التو بالحق التو قدس يحرق لي في يديا. حليت الدبوزة نقاها بريسك وفات حليتها ولات يديا الكلها مشيت بالبرودوي عملت حكا هيك الغاز متاعي باش ننظفو وباش نعقمو وباش حتى كي نركب انا نحب ديما كي نركب الفطور متاعي الغاز يبدا نظيف رغم اني نعرف اللي الغاز باش يعاود يتمسخ بالدهان وبالزيوت والله ساعات حتى باش نبدا نقلي شويه مقلي معناها تعرفوا المقلي يسيب برشا زيت على الغاز لكن ديما نحب هكايا نطيب ويبدا الغاز نظيف قدامي هكا نفسانيتي ديما ترتاح هكا الله غالب. أنا البنات بعد ما رشيت شوية البرودوي عملت له حكة كيما تشوفوا خليته هكايا معناها مرنخ في البرودوي وهيك الروس متاع الغاز الكل باش نحطهم هكايا في صحيفة كيما هكايا ونعبيهم زادا بالبرودوي باش كي نجي نحكهم في ساعة هيك اليدام وهيك الزيوت الكلها تتنحى وخلي غازي هكايا مرنخ في البرودوي كي نجي باش نطيب فطوري هكا معناها ما ساعة ونعملو مسحة. رجعت لهنا البنات للدجاجة متاعي استقطرتها من الماء وزدت غسلتها بالباهي وباش نخليها في مونات نقسمها معناها مونات معناها نقسمها هكا في ساشيات ونخليها في الفريجيدير وش نكمل روتيني هكايا معاكم في الكوجينة روتين خفيف ونخرجوا نعملوا تفرهيدة بحكم الدنيا سخنت والطقس لازم بالحق تفرهيدة ولازم قاعدة على البحر ويلزموا برشا 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 جو وبرشا انرجي وبرشا موجات ايجابيه نخرجوا البنات نعبيو روحنا بالموجات الايجابيه ونتفرهدوا ناخذ كلمه ونعطيو كلمه ونتمتعوا بهيك الريحه وهيك النسيم وهيك الهواء متاع البحر وبهيك الموجه متاع البحر ومن بعد كالعاده نرجعوا لديارنا. حسيلو هنا كملت قسمت منات الدجاج متاعي والله البنات على اساس باش نطيب الفطور نهار هذايا وما على اساس معناها قد ساعه نغسل في الدجاجه باش نخلي منى نطيب فطوري وما طيبتش معناها هكايا كملت حطيت كل شيء في الفريجيدير يلا البنات كملوا معايا الفيديو للاخر نحب برشا 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 لايكات وبرشا كومنتارات باش تشجعوني وتحفزوني وان شاء الله يا ربي بالحق عودة بدون غياب وبدون انقطاع يا ربي وان شاء الله كم توا ديما معايا ان شاء الله في اليوتيوب ان شاء الله كل شيء مع بعضنا نعملوه سواء كان روتينات والا خرجات والا وصفات وان شاء الله يا ربي الفيديوهات تكون متنوعة بطبيعة الحال حسب البريود اللي احنا فيها. اش
أولكم البنات في قاعدة كيما هكايا، الهواء متاع البحر يضرب فيك، وهيك الريحة بالحق محلاها مميزة، ريحة البحر وريحة الماء متاع البحر مميزة، والله بالحق والله حاجة مؤكدة إنه البحر ينحي الطاقة السلبية الكل، وحتى كي تبدا مهموم وفادد والله لا يفددنا ويبعد علينا يا ربي كل هم، بالحق تحس روحك اتفرهدت وتنفست بالحق متنفس للإنسان. حسيلو خرجنا هكايا خريجة معناها ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر باش نتفرهدوا اصلا حتى تحضيرات ولا هكايا حاجات ما باش نزوها من الدار ما هزيناهاش معناها جست عشوية خفيفة هكايا متاع شوية حلو وشوية جازوز باش نقعدوا هكايا على البحر ونتمتعوا بالمنظر هذايا المزيان. ان شاء الله يا رب تكونوا اتمتعتوا معايا في فيديويا لليوم. نحب نقول لكم راني نحبكم برشا 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 وربي يخليكم الناس الكل. وان شاء الله يا رب نلتقانا في فيديو اخر. يلا كملوا الفيديو للاخر ونقول لكم كاين باي باي، ملتقانا ان شاء الله غدا.